كشف تقرير حديث لموقع أفريكا انتليجنس معطى مهم: خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية شركة ستارلينك مازال ما لقاش طريق باش يدخل للسوق المغربية. السؤال هو علاش؟ الجواب ببساطة لأن المغرب ماشي سوق عادي في موضوع الاتصالات. الدولة عندها رؤية واضحة: السيادة الرقمية. المغرب ما كيلعبش بالبيانات ديالو، يا التحكم الكامل يا بلاش. ثانيا كاينه المنافسة، شركات الاتصالات الكبرى تقاوم بشراسة وخايفة على الحصة ديالها. ثالثا القوانين، مسطرة إدارية معقدة بلا قياس. أي تكنولوجيا جديدة خاصها تحترم السيادة الرقمية والتنظيم القانوني والتوازن مع الفاعلين المحليين. صحيح أن الإنترنت الفضائي ديال إيلون ماسك ستارلينك كيقدر يغير اللعبة خصوصا في المناطق القروية والبعيدة، ولكن في المقابل كاينة تحديات تقنية وتنظيمية كبيرة. المغرب اليوم كيراهن على توسيع شبكة الفيبر اوبتيك والبنية التحتية الأرضية، وما باغيش دخول تكنولوجيا بحجم ستارلينك يكون خارج إطار واضح. السؤال الأكبر: شكون غادي يتحكم في مستقبل الانترنت في المغرب؟ المغرب اليوم ما كيسدش بابه امام التكنولوجيا، لكنه كيرفض انه يكون مجرد سوق مفتوح دون سيادة. فهل تنتصر إرادة الرباط؟ كيعاون ربي.